بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ ملخص lesson 3 part 2. ده بيتكلم على حاجة اسمها specific heat. بص يا سيدي، في كام مصطلح مهمين عايزين نعرفهم. أول حاجة اسمها internal energy، وقلنا إنه ال internal energy دي عبارة عن مجموع أو السم بتاع نوعين من الانرجي، kinetic energy والبوتنشال انرجي. يبقى أي جسم في الدنيا جواه طاقة داخلية هتبقى عبارة عن kinetic energy وبوتنشال انرجي. الkinetic energy دي انرجي بتحصل بسبب الموشن، بسبب الحركة، ولكن البوتنشال انرجي هي انرجي بتحصل بسبب البوزيشن او بسبب مكان الجسم. طيب بعد كده كمان عايزين نعرف يعني ايه كلمة هيت او هيت كوانتيتي، ونعرف يعني ايه كلمة تمبريتشر. الهيت هي نوع من انواع الانرجي، ولكن التمبريتشر لا، هي عبارة عن ديسكريبشن او وصف، يعني بيوصف اذا كان الجسم ده هوت ولا كولد. الحاجة التانية الهيت بتتقاس بالجول، ولكن التمبريتشر بتتقاس بالسيليزيوس او حاجة اسمها كلفن. الحاجة التالتة والأهم إن الهيت ترانسفير، يعني بتنتقل من الهاي تمبريتشر إلى اللو تمبريتشر ولكن التمبريتشر مفيش حاجة اسمها بتنتقل، هي مجرد رقم. طب ازاي نحول بقى من السيليزيوس للكلفن وايه الفرق ما بينهم؟ التمبريتشر بالكلفن هي عبارة عن التمبريتشر بالسيليزيوس ونزود عليها 273، وطبعا أكيد العكس، لو أنت محتاج السيليزيوس هتعمل ماينس 273. يعني مثلا لو عندي 30 ديجري سيليزيوس وعايز أخليها كلفن هتزود عليها 273 تطلع لك 303 كلفن. طب لو انا عندي مثلا 40 ديجري سيليزيوس عايز اخليها كلفن هزود عليها 273 هتطلع لي ساعتها 313 كلفن. ملحوظه مهمه، زياده السيليزيوس هنا كانت 10، زياده الكلفن هنا كانت 10. يعني اللي عايز اقوله التغير اللي بيحصل في الكلفن هو نفس التغير اللي بيحصل في السيليزيوس، بس ده مش معناه ان هما بيساووا بعض، ولكن التغير اللي هنا بيساوي التغير اللي هنا. طيب ده بالنسبه للهيت والتمبريتشر. اهم جزء بقى هنتكلم عنه وهو اسم الدرس اصلا، اللي هي حاجه اسمها specific heat. كلمه specific heat معناها ايه؟ اول حاجه هنتكلم على معناها. معنى كلمه specific heat هي الهيت اللي انت محتاجها عشان ترفع كيلو جرام من الماده درجه واحده بس سيليزيوس او كلفن ان كان. يعني انت لو جبت كيلو ميه وسخنتها عشان ترفعها من 20 ل 21، كمية الحرارة اللي هتاخدها بنسميها specific heat. يبقى specific heat هي كمية الحرارة اللي محتاجها عشان أسخن المادة درجة واحدة بس. طب إيه القانون بتاعها؟ كمية الحرارة بنسميها quantity، اختصارها بحرف الكيو، والقانون بتاعها M باي C باي دلتا T. طب تعالى لي بقى واحدة واحدة كده. لو عملنا القانون ده في شكل مثلث هفهمك كل حاجة منهم دلوقتي. هنا الكيو وهنا الام وادي السي والدلتا تي. الكيو قلنا معناها quantity of heat، يعني كمية الحرارة بتتقاس بالجول، والام اختصار كلمة ماس، ولازم تتقاس بالكيلو جرام. لو اداهالي بالجرام هعمل ديفايدد 1000 عشان اخليها كيلو جرام. والسي هي اختصار الكلمة دي اللي هي سبيسيفيك هيت، ودي بتتقاس بحاجة اسمها جول بير كيلو جرام باي كلفن او باي سيليزيوس، مش فارقة. دي اليونت بتاعتها وبتكون رقم ثابت لكل مادة وعمر ما يتغير الا اذا المادة اتغيرت. الدلتا تي معناها التغير اللي حصل في درجة الحرارة، زي ما اكون مثلا سخنت المادة من 20 ل 30، يبقى ساعتها اقول الدلتا تي بتساوي 10. يبقى الدلتا تي معناها change in temperature. طيب خلي بالك ان الكيو ممكن تكون بوزيتيف لو الجسم بيسخن، وممكن تكون نيجاتيف لو الجسم بيبرد او بيفقد حرارة. تمام، ده بالنسبة للقانون بتاع السبيسيفيك هيت. الحاجة التانية لازم تبقى عارفينها كمان هي انها معتمدة على كام حاجة. السبيسيفيك هيت معتمدة على نوع المادة، تمام، معتمدة كمان على الستيت، على حالتها اذا كانت سوليد او ليكويد او جاز، ومعتمدة كمان على الامبيوريتيز اللي جوه المادة، يعني الشوائب اللي جواها. يعني لو جبت كوباية مية وجبت برميل ميه هما الاتنين عندهم نفس السبيسيفيك هيت. امتى السبيسيفيك هيت يتغير؟ لو انت غيرت نوع الماده نفسها او غيرت حالتها، جبتها واحده تلج وواحده ميه، او حطيت في واحده فيهم ملح والتانيه لا، ساعتها ممكن تتغير. بس التلات حاجات دول بس هما اللي بيغيروا السبيسيفيك هيت. طيب السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر تعتبر اعلى سبيسيفيك هيت في الدنيا، اللي هي تقريبا بتوصل ل 4200. طيب وده سبب حاجات مهمه قوي بصراحه. يبقى كده الووتر عندها اعلى سبيسيفيك هيت، يعني الووتر بتمتص حراره كتير جدا جدا من غير ما تسخن بسهوله، بتقعد تمتص حراره وبتسخن بصعوبه شويه. طيب وده خلى يحصل ظاهره مهمه جدا اسمها سي بريز. وكلمه سي بريز معناها نسيم البحر. فاللي بيحصل كالاتي: لو افترضنا ان ده البحر ودي الرمله، فبيكون فوق الرمله هواء سخن عشان الرمله عندها لو سبيسيفيك هيت، ففي هنا هوت اير، ولكن الميه عندها هاي سبيسيفيك هيت، فالحراره لو جت عليها مش بتاثر عليها، فساعتها بتكون عندها كولد اير. الهوت اير عنده ميزه ان هو خفيف فبيطلع لفوق ويجي مكانه هواء ساقع، فسيادتك تبقى قاعد قدام البحر يجيلك الهواء الساقع، بنسميه سي بريز. طيب سبب السي بريز ده هو الهاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر. حاجه تانية عايزين نتكلم عنها، في حاجه اسمها الليتنت هيت، يعني حراره كامنه او حراره مستخبيه of vaporization. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ هي نوع من الحراره الماده بتمتصه
عشان تتحول من الليكويد الى الجاز، بس من غير ما تغير التمبريتشر بتاعتها. لو فاكرين الرسمه دي قلنا في الحصه كانت حاجه عامله كده، الحته دي كان فيها ايس، وهنا كان في ايس بلس ووتر، وهنا كانت ووتر، وهنا كانت ووتر بلس جاز. تعال نتكلم عن الحته اللي تخصنا اللي هي دي. الحاله دي درجه حراره الميه 100، ولكن برضو وانا بسخنها لسه الميه على النار اهي درجه حرارتها 100، بتتحول لبخار. البخار درجه حرارته 100، امال البوتاجاز ده عمال يديني حراره والتمبريتشر هي ثابته. ليه؟ لانه بياخد الحراره دي عشان يحول بيها الماده من ووتر لووتر فيبر او من ليكويد لجاز. يبقى الليتنت هيت اوف فابرايزيشن معناه الهيت اللي الماده بتمتصها عشان تحول من ليكويد لجاز من غير ما تغير درجه حرارتها. هتلاقي التمبريتشر هي ثابته بس الماده بتتحول من ووتر الى ووتر فيبر. ده معنى كلمه ليتنت هيت اوف فابرايزيشن. بالمناسبه سبب الليتنت هيت دي او سبب ان الميه عندها هاي ليتنت هيت هو طبعا وجود الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هي السبب لكل الصفات بتاعه الميه الجديده او الغريبه. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها وهي تاثير الهيت، effect of heat، تاثير الهيت على الكائنات الحيه اللي عايشه جوه الميه. effect of heat on living organisms lived in water، في كل الكائنات اللي عايشه في الميه. في حاجه مهمه لازم تعرفها، مش كل الكائنات بتقدر تتحمل حاجه اسمها sudden change in temperature. في كائنات لو حصل تغير مفاجئ لدرجه الحراره ممكن تموت. طيب زي اشهر الكائنات حاجه اسمها كورال ريفز. كورال ريفز او الشعاب المرجانيه دي لازم تعيش في ميه تكون دافيه، ما ينفعش ابدا تلاقيها في القطبين، هتلاقيها دايما فين؟ في الاماكن الاستوائيه يعني في التروبكس. طيب حاجه تانية لازم تعرفها كمان، بسبب الهاي سبيسيفيك هيت بتاعت الووتر، ان الميه عندها سبيسيفيك هيت عاليه جدا، ده خلى كائنات يحصل لها سرفايف. سرفايف يعني ايه؟ يعني تنجو، تقدر تعيش. ايه علاقه ده بالموضوع؟ هقول لك مثال مهم قوي. في كائنات اسمها بويكيلو ثيرمس. كلمه بويكيلو ثيرمس معناها ذوات الدم البارد او بيسموها كولد بلادد. بما انها ذوات دم بارد معناها بتتاثر بدرجه الحراره اللي حواليها، بس الكائنات دي لما تعيش في الميه مبقاش عندها مشكله. ليه؟ الكائنات دي درجه حراره جسمها بتبقى زي درجه حراره المحيط اللي حواليها. الميه من المواد اللي بتتغير بصعوبه، يعني لو جه عليها حراره، شويه ميه اهم جم عليهم حراره، هتلاقي الميه بتسخن بصعوبه شويه، لان الميه زي ما قلت لك عندها هاي سبيسيفيك هيت. فالبويكيلو ثيرمس دول كائنات تقدر تعيش جوه الميه عادي جدا بسبب الهاي سبيسيفيك هيت بتاعه الووتر. طيب وغالبا بيعيشوا فين بقى؟ بيعيشوا في الديب ووتر، بيعيشوا تحت خالص في الميه بعيد عن وجع الدماغ. ماشي، عايز امثله عليهم مفيش مشكله. الفيش مثلا، وفي كمان حاجه اسمها الامفيبيانز. الامفيبيانز معناها البر مائيات، وفي كمان الريبتايلز يعني بعض الزواحف كمان عامه بقى بره وجوه الميه. وفي كمان حاجات تانية اسمها ارثروبودز. الارثروبودز دول اللي هم الكائنات اللي من بره فيها عظم، من بره يعني فيها قشريات كده بس من جوه طريه. يعني ممكن تقول مثلا زي مش زي العناكب، زي الكابوريا، زي الحاجات دي. طيب حاجه تانية اسمها المالسكس. المالسكس بقى اللي هي الكائنات اللي هي عامله زي القواقع كده، من بره بتبقى ناشفه برده من جوه بتبقى طريه. المهم الكائنات دي كلها بيسموها بيكيلو ثيرمس، يعني درجه حرارتها بتبقى زي درجه حراره المحيط بيها، وبالتالي الميه يعتبر مكان مناسب لمعظم الكائنات دي. الحاجه التانية بقى في حاجه اسمها ورم بلادد اورجانيزمز. الورم بلادد اللي هم ذوات الدم الدافئ زي الانسان كده، دول عندهم عمليه بيعملوها جوه جسمهم اسمها ميتابوليزم. الميتابوليزم دي معناها تحويل الاكل لطاقه، يعني ده بيخلي الجسم يسخن ما يتاثرش باي درجه حراره حواليه. طيب زي ايه الكائنات دي؟ زي الماملز. ماملز يعني الثدييات، يعني زي الكائنات اللي بتولد عامه يعني، وزي بعض البيردز او بعض الطيور.